السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أشعة الفخذ أو الفيمر إكس راي. هنعرف مع بعض إيه هي الأشعة دي وليه بنعملها وإيه أهم الأوضاع الأساسية اللي لازم أي فني أشعة يكون عارفها. الفيديو ده مهم لأي فني أشعة أو حتى أي حد عايز يفهم أكتر عن المجال ويقوي نفسه فيه. صلى على النبي كده ويلا بينا نبدأ. قبل ما نعرف إيه هي أشعة الفخذ خلينا نعرف إيه هو الفخذ ده أصلا. الفخذ عبارة عن عظمة هي أكبر وأطول عظمة في جسم الإنسان، والعظمة دي بتمثل الجزء اللي ما بين مفصل الورك أو الهيب جوينت من فوق ولحد مفصل الركبة أو الني جوينت من تحت. بيتمتع بقوة عالية جدا لأنه شايل وزن الجسم كله تقريبا. العظمة ليها شكل اسطواني في جسمها واسمه الشافت، وليها نهايتين. هي أي عظمة أو بيسموها طبعا بالعربي العظمة الطويلة زي مثلا الفيمر أو الساعد، بتكون ليها نهايتين، من فوق واحدة من فوق واحدة من تحت، وشافت اللي هو الجزء الطويل اللي في النص. أو النهاية اللي فوق عبارة عن إيه؟ عبارة عن هيد أو رأس، وده الجزء اللي بيدخل في التجويف اللي بيبقى موجود في الحوض وبيعمل مفصل الورك. بيتكون كمان من الرقبة أو النك، وفي تركيبين مهمين اللي هو الجريتر ولسه تروكانتر. وبالنسبة للنهاية البعيدة أو الديستال إند أو اللي هي اللي تحت ديت، بتبقى عبارة عن جزئين اسمها كوندايلز، وبتشارك في تكوين مفصل الركبة من تحت. كل جزء من دول ليه أهمية في الأشعة، لأن أي كسر أو إصابة بيظهر في منطقة معينة من التشريح ده. علشان كده الأجزاء اللي أنا ذكرتها ديت لازم تظهر في صورة الأشعة. تمام، بعد ما عرفنا إيه هي عظمة الفخذ ديت والتشريح بتاعها، خلينا نعرف دلوقتي إيه هي أشعة الفخذ. أشعة الفخذ هي عبارة عن تصوير بسيط باستخدام أشعة إكس علشان نشوف عظمة الفخذ من أولها لآخرها بصورة واضحة. طب عايزين نعرف بقى أشعة الفخذ دي بتطلب ليه أو إمتى؟ عادة الطبيب بيطلب الأشعة ديت في الحالات دي بعد السقوط أو الحوادث، خصوصا في حالات كبار السن، أو لما يكون المريض عنده ألم شديد في الفخذ مش قادر يقف أو يمشي، أو لو في مثلا اشتباه في كسر النك اللي موجود في الفخذ من فوق أو جسم العظمة. ومتابعة العلاج بعد العمليات زي الشرايح والمسامير علشان نتأكد إن العظام رجعت لمكانها الطبيعي تاني، ونتأكد إن الشرايح والمسامير موجودة في الموضع الصح. طيب آخر حاجة نعرفها في الفيديو ده وهي الأوضاع الأساسية لأشعة الفخذ. عظمة الفخذ طويلة جدا، علشان كده لازم نصورها من مفصل الورك لحد مفصل الركبة كاملين، وده بيتم من خلال وضعين أساسيين. أول وضع هو اي بي، وتاني وضع لاترال فيو. أول وضع اللي هو اي بي فيو، ده الوضع ده بيكون المريض نايم في وضع طبعا مستقيم، والرجل المصابة بتكون مستقيمة تماما، وبنعمل بس دوران بسيط للرجل ناحية الداخل أو ناحية جسم المريض بزاوية حوالي من 10 ل 15 درجة. أهم حاجة بس إن يكون يعني زاوية بسيطة علشان يبقى العظم واضح أكتر. وطبعا السنتر ري بيكون في منتصف العضو اللي بنصوره، يعني في منطقة الشافت في نص العظمة. طب لو مثلا العظمة كبيرة جدا أو مش قادرة تجيب المفصلين اللي بيكونوا الفخذ مع بعض، هنا في الحالة ديت احنا هنجيب صورتين، يعني احنا هنجيب الاي بي على صورتين، واحدة للجزء العلوي او اللي قريبة من مفصل الورك، والتانية للجزء السفلي اللي هي قريبة من مفصل الركبة. بمعنى اوضح، لو انت ما انتش عارف تجيب المفصلين في صورة واحدة، هات وضع الاي بي في صورتين، كل صورة تكون فيها المفصل اللي انت عايز تجيبه. يعني الصورة الاولانية هيكون فيها مفصل الورك، والصورة التانية هيكون فيها مفصل الركبة، وهكذا. طيب الوضع التاني معانا هو وضع لاترال فيو. المريض بيكون نايم على الجنب السليم، ورجل الفخذ المصاب بتتحط قدام الرجل التانية، والمريض بيثبت رجله طبعا كويس، ويهمنا تكون العظمة الجانبية واضحة من أولها لآخرها. زي الاي بي ممكن نحتاج صورتين، واحدة عند مفصل الورك والتانية عند مفصل الركبة، وبكده نكون غطينا أهم الأوضاع الأساسية واللي من غيرهم صعب جدا نقيم الفخذ بشكل سليم. وبكده نكون اتكلمنا عن أشعة الفخذ وعرفنا ايه هو وتشريحه وايه تعريف الاشعه بتاعته والفحص وازاي بنعمله. فحص بسيط جدا لكنه مهم في تحديد الكسور والخلع واي تشوهات ممكن تحصل في العظمه دي. يا ريت فضلا وليس امرا الدعم بلايك واشتراك علشان توصل لك باقي فيديوهات سلسله فحوصات الاشعه السينيه. واستناني الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.